صيف دلوقتي انا محتار قوي ابتدي فيسبوك ادز، انفلونسرز كبار، انفلونسرز صغيرين، الامباسادور شيب بروجرام اللي انت كلمتني عنه. تعالوا بقى كده افهمكم كويس قوي ايه هي البيرفكت استراتيجي. ايه هي البيرفكت استراتيجي لاي مستوى مادي، مستوى في الخبرة في الدروب شيبينج، اي ليفل، اي مستوى في اي حاجة خالص عامة جدا تمشي مع اي حاجة. واسمع مني وما تراجعش ورايا، يلا بينا. السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ رب تكونوا بالف خير. معاكم اخوكم سيف محمود من ايكون بلاكر. النهارده هتكلم معاكم في حاجه مهمه قوي، وهو ايه هي البيرفكت استراتيجي بالنسبه لي. انا مش هروح تكنيكال قوي مع الناس الا في البدايه، اللي هي زي ما بنقول كده، اللي هي استراتيجي جديده اللي انا تعبت قوي من خلالها. من بعد طبعا هي الافاده هي كانت في الكورس المجانا، هتلاقي الكورس المجانا اهو وهتلاقيه هنا اهو. هنعمل ايه النهارده؟ هقول لكم الاستراتيجي، مش هروح تو ماتش تكنيكال، كان اما هيبقى نظري بس لازم دماغك دي تتستف. انا هعمل ايه يا سيف؟ طب انا دلوقتي محتار ابتدي ازاي. انا فهمت عندي بشوف محتوى كتير قوي على اليوتيوب، ده بيتكلم عن الانفلونسر، ده بيتكلم عن الفيسبوك، ده بيتكلم. طب يا سيف انا معايا $100، معايا $200، معايا $200، معايا 2000، معايا 10000، معايا $20000. هنعمل ايه؟ آه خليني اروح بالايباد. انا معلش انا راجل قديم، معلش انا بتاع ورق وقلم. فايه هنروح على الايباد و هنروح نعمل استراتيجي كده. انا همشي ازاي؟ انا قبل ما بيخش يقتحموا اي حاجه، اي عمليه سطو مسدس، بيعملوا ايه؟ بيخططوا، بيرسموا خطه. انا هعمل 1 2 3 4 5. مفيش حاجه اسمها اخش عشوائي، مفيش. هتصيب يا تخيب، لكن طول ما انت راسم هتصيب معاك بنسبه كبيره. ممكن في حاجات تخون توقعاتك، بس الفكره لازم ترسم لها، لازم بلان. طيب حلو قوي. انا هعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنتكلم النهارده عن ايه؟ ده بيرفكت، سوري، بيرفكت استراتيجي. حلو قوي. انا عندي ايه؟ اعلانات مدفوعة. طيب أم نيجي النقطة التانية، وهي ايه؟ المؤثرين. معلش يا جماعة انا خطي الكبار. المؤثرين الصغيرين والامباسادور شيب بروجرام. مش عارف اسميها ايه معرفش اسميها ايه بالعربي. طيب حلو قوي. مبدئيا كده انا عايز الغي فكره من الاول كده، وهي ايه البدايه بتاعت الاعلانات المدفوعه. هل يا سيف ابتدي بيها؟ في رايي الشخصي هو لا. طيب ليه؟ انا واحد عملت فيسبوك ادز قد تكون لكلمه كتير. طب انا ليه ما اتكلمتش فيها؟ الخبره بتتكلم يا جماعه. انا واحد احب ابقى متخصص في حاجات معينه. عملت اتكلم معاك في اي حاجه، اتكلم معاك في اس ام اس ماركتنج، اتكلم معاك في جوجل ادز، اتكلم معاك في ايميل ماركتنج، اتكلم معاك في اي حاجه. بس الفكره كلها نيجي بقى، وممكن حد يغلبني، لكن تيجي عند الانفلونسرز لا.
فبالتالي انا فضلت ان اي حد حتى في الوان تو وان كوتشنج في انا ساعدت ناس كتير في الفيسبوك ادز، لكن انا بالنسبه لي انا غير متخصص فيها. انا ممكن اكون متخصص فيها بس انا مش عارف، بس انا ما بدعيش ده. اوكي، طب ليه انا مش كسيف رأيي الشخصي مش ببتدي فيها؟ لسبب. انا دلوقتي عندي حاجه اسمها فيسبوك بيكسل، ده هو التيتا بتاعتي. يعني انا دلوقتي البيكسل ده هو كود بيتحط في الويب سايت عشان شوبيفاي، عشان يخلي الفيسبوك يبقى ليه عين على الشوبيفاي بتاعي. طيب لما انا يجي لي في الترافيك 10، اقعد اعمل اعلانات، يجي لي 10، 3 منهم يخشوا على الهوم بيج، بعد كده يخرجوا، بعد كده 4 يعملوا اد تو كارت، بعد كده 2 كمان يعملوا تشيك اوت، وواحد بس هو اللي يشتري. الواحد ده لازم اقعد دي على العملية دي اسمها ايه؟ تيستينج فيز. طب حلو قوي. طب عملية التستنج دي انا على طول بغذي بيها البيكسل، بخلي ويسموها ساعات كمان هي ايه؟ الليرنينج فيز. اني لسه الفيسبوك بي ايه بي بي بيتعلم او بيدرس المواصفات الزبون المثالي بالنسبة لك. فبعد كده ايه اللي بيحصل؟ زي ما بنقول كده، بعد دي بتبقى لوزنج فيز، كمان بتبقى بتخسر فيها فلوس لحد لما الواحد ده يبقى ناس كتير قوي، على الاقل 100 واحد اشترى من عندك، على الاقل 100 واحد، سوري، على الاقل 100 واحد اشترى من عندك، وده البيرفكت. وبعد كده بتعمل حاجه اسمها لوك الايك اودينس، ودي هي بقى مرحله البرينتنج فيز، البرينتنج ماني. ان الناس اللي اشترت من دول عندي بيصحوا الساعه 7 الصبح، بيشتغلوا في المكان الفلاني، عندهم 3 عيال، بيعملوا 4 مكالمات الصبح، بيبقى ليهم حاجات دقيقه جدا. ساعتها فيسبوك بيبقى عارف كويس قوي انت مين الزبون المثالي بالنسبه لك، وبيجيب لك زيه. المرحله دي مكلفه قوي يا جماعه. الليرنينج او اللوزنج ماني فيز اللي في الاول دي ايه؟ مكلفه جدا. طيب ايه هي البيرفكت استراتيجي بقى بالنسبه لي؟ انا عندي دلوقتي 3 حاجات. اول حاجه، انا هعمل الشوبيفاي بتاعي. عايز تكنيكال روح الفري كورس، مش هنا عشان بس ايه حد يقول لي طب انت سيف ما سرحتش. لا، انا ظبطت لك هنا، بظبط لك دماغك. الشوبيفاي هتعمله، هتخش على panelify.com، وبعد كده هتبتدي امباسادور شيب بروجرام، وهتقعد تكيب تيستنج 25,000 دي ام. طيب ايه هي لازمة البانليفاي؟ هي دي بقى الامباسادور شيب بروجرام. تعالى بقى كده انا اشرح لك ايه هو الامباسادور شيب بروجرام. اتكلمت بيها في التفاصيل في الكورس المجاني، بس خليني اتكلم بالخلاصة او المختصر المفيد. اي اي واحدة، اي فيميل على السوشيال ميديا نفسها تبقى مشهورة، عندها فولورز، ده فولورز مفروض يعني، وتبقى تبقى موديل، تجت فيتشر ان بيج براندز. عشان كده يا جماعه مفيش انفلونسرز كبار فاشن نوفا بتديهم فلوس كتير. معظم الانفلونسرز
بيعملوا اعلانات مجانيه الفاشن نوفا عشان هم بقوا يحفوا ان هم يروحوا الفاشن نوفا. طيب بعد كده فانا هلعب على الايه، اي واحده نفسها تبقى انفلونسر سواء صغيره او كبيره، والصغيره عايزاها تكبر، واللي تكبر عايز تبقى ميجا، والميجا نفسها تبقى سيلبرتي. اي حد بيطلع للايه للاحسن. فانا بعمل ايه؟ ببعت لهم دي ام، بقول لهم كالاتي: hello we want to collab with you. طيب الناس دي بجيبها منين؟ الناس دي بخش على تارجت براندز كومبيتيتورز، ناس منافسين، وبعد كده بسحب الفولورز بتوعهم. الناس اللي يعني واحده ناس مثلا نايكي، الناس اللي متابعينها ليهم في الرياضه، فبالتالي انا بسحب فولورز، والعمليه كلها يعني ايه هتوضح كمان دقايق. بسحب الفولورز دول، وبعد كده بديهم لبلاتفورم واقول لو سمحت انا عايز ابعت لهم دي ام. طب هل يا سيف ممكن ابعتهم مانولي بره عن البلاتفورم بايدي؟ لا، صعب، هتفشل فشل ذريع. كان شغال زمان، دلوقتي العمليه بتاع الانستجرام بقت معقده جدا، هتفتح اكونتات ودنيا، وجربت لو تعملها من صفحه البراند هتتقفل. بعد ما بتسحبهم بقى انت معاك 25,000 واحد يوزر نيم متحمسين، تارجتد، عاملين فولو لنايكي، فبالتالي متحمسين للرياضه، او ليهم فرصه كبيره ان هم يبقوا متحمسين لرياضه عاليه قوي. طيب حلو قوي. بعد كده هتبعت لهم دي ام: عايزين نعمل معاكم كولاب، عايزين نتعاون معاكم، في المقابل من 50% برومو كود، هتسعر منتجك وتضعفه الضعف، وبعد كده تديهم برومو كود، خلاص يبقى ده سعر منتج. طيب وبعد كده الديل هيتم في الدي ام. حلو قوي. ناخد مقطع من الكورس المجانا ونشوف الشات بيمشي ازاي. احنا هنبعت دي ام اسمه كده: hello we would love to make collaboration with you, please contact our official page. وتروح حاطط الايه، تعمل منشن الاوفيشال بيج. يلا بينا. هنا بنبتدي بكومنت اهو: hello سويتي، او دي دلوقتي دي ام، الاثنين كومنت او دي ام، بس الكومنت دلوقتي ما بقاش شغال. فخلينا نبتدي ان البرزنتيشن دي انا كنت اعملها للتيم عندي: hey sweetie we would you look so pretty, we would like to collab with you, please contact if you are interested. هي هتروح كاتبه لك ايه دي ام هلو. اول واحد بنبتدي بنقول لها hello gorgeous, we wish our communication finds you well, we checked your profile. وتخش تعمل لها some random likes كده، اساس ان انت فعلا شفت الايه البروفايل بتاعها. عايزه تعرفي الستبس؟ حلو. طيب تعالى بقى الستبس اهو. Christine dear, the steps are so simple. We have a holiday sale where you'll be granted a 50% discount code of a product of your purchase on 50% discount on the product of your choice, but only the first purchase. يعني أول هتختاري منتج وأول حاجة هنديكي 50%. In exchange of our future partnership we need pictures. احنا عايزين صور. انت مش عايز تبيع. انت لو جيت قلت انت عايز تبيع يبقى على كده ان انت ايه، مش احسن حاجة. انا يا جماعة بعلم، انا اللي مخترع هذه السكريبتات، كان الموضوع كان ماشي بعشوائية قوي يعني. حلو قوي. فواحدة راحت قالت I will be an ambassador. Great, maybe you tell us. اسألها ايه اللي عجبك عشان تبقى هي انت تتشك ان هي متحمسة فعلا للبراند بتاعك. فبتقولي I will buy the leggings. ده كان براند تاني leggings. So dear, they are awesome choice. They are still on sale. حضرتك عايزة ديسكاونت كود، هتخش تعمل ديسكاونت كود، وهزعلك ازاي تعمل ديسكاونت كود. And it will give you free shipping too. وهو اصلا احنا عندنا free shipping. اوكي ودي خلاص. طيب بعد المسج اللي في النص دي في كذا سيناريو بيحصل. اول سيناريو ان يعجبها الفكره وتمام انا هشتري وتمام دان. طب تاني موضوع، وده بيحصل بنسبه 80%، ان هو لا انا عايزه فري برودكتس. فبنقول لها we usually send free products after we launch a new product او بعد شهرين من الكولابوريشن. فبالتالي لا، وده بتبقى اوف. طب ده بيحصل بنسبه 80%، فالعمليه دي محتاجه كميه كبيره
اجيب ناس كتيره. فبالتالي لا اما هي متحمسه او مش متحمسه، او مش متحمسه وعايزه فري برودكتس. يبقى 3 سيناريوز اهم. طيب تالت حاجه بعد كده بتقول لها لو سمحت بعد ما تشتري خلاص هي متحمسه ودخلت الكود، بقول لها لو سمحت بعد لما تعملي تشيك اوت ابعتي لي الايه السكرين شوت بتاعت الاوردر بتاعك. طيب ليه؟ باين الموضوع بروفيشنال شويه. طيب حلو قوي. طيب هل كل الناس يا سيف بتشتري في الوقت الحالي؟ يعني في الوقت يعني بتسمع معاهم؟ يعني انا كلمت واحد دلوقتي ممكن تشتري دلوقتي بنسبة 8%. طيب ال8 والباقي ال12% بتوع ده غير ال80 اللي هم راحوا لازم يتعمل لهم ريتارجتنج. شايفين يا جماعة؟ يعني انا الناس اللي بتشتري مني دلوقتي قليل. طب ايه ريتارجتنج؟ شايفين يا جماعة؟ بصوا hello again beautiful our big sale will be end very soon please let us know if you are still to collab with us the ambassadors count will be deactivated soon. فتقول لك مثلا فاضل لي قد ايه؟ افهم السكريبت كده انا هشرحه مره واولى وتانية وتالتة ونقعد هوريكوا 30 سيل 40 سيل وهوريكوا السكريبتات بس تفهم. الموضوع بيبتدي بدي ام، بعد كده فيرست مسج متحمسه تسمعي الاوفر بتاعنا. الاوفر بتاعنا ان احنا هديكي 50 او 60% او 70%، 50 بس ما حدش يقلل عن 50%. بعد ما نديكي 50% هتعملي ايه؟ ال 50% هتاخدي معانا ان انت هناخد منك صور و you will be featured on magazines ويب سايت and social media. طبعا دخلت تلاقي السوشيال ميديا كويسه وفيها فولورز كل ما انت بتضخ فولورز احسن حاجه. طيب بعد كده بعد عنق الزجاجه دي انت بتحدد مصير الشات هيروح فين. لا اما هتطلب فري برودكت وده بنسبه كبيره قوي، لا اما هتبقى متحمسه، لا اما هتقولك لا انا مش متحمسه. طيب حلو قوي. نمسك بقى الناس اللي مش متحمسه وعايزه فري برودكت. دي تشاتس منهيه، اوكي شكرا، دي ما فيهاش اقناع خلاص، يعني مش هتقعد تحرق معاهم. ثانك يو سو ماتش، ما تضيعش وقتك معاهم. المتحمسين بتروح سائلها ايه اللي عجبك، بتختار برودكت، لازم تتشيك الويب سايت بتاعك، بعد كده بتديها الكود. تمام انا هشتري. لما تشتري لو سمحت ابعتيلي سكرين شوت عندك. لا اما هتشتري وقتي ويبقى كده الشات خلص ثانك يو باي باي، يعني ثانك يو يعني رحله السيل خلاص انتهت. لا اما مش هتشتري دلوقتي، فبنعمل لها بعد يومين ريتارجتنج بالمسج دي. الريتارجتنج هو اساس السيلز يا جماعه. فبنقول لها hello again beautiful our big sale will end very soon please let us know if you are still interested to collab with us. حلو قوي. فهي قالت لا I won't be able to do anything till this weekend if I decided to do. في الويك اند لازم تبقى معاك نوت وتعمل لها في الويك اند انك تكلمها. حلو قوي. تعالوا كده نشوف سيل تانية. hello so your comment I'm down to collab with you guys. فبعتنا لها السكريبت ان انتي هتاخدي you will be featured the pictures will be published on our Instagram page. After you place your order we will activate 30% off for your followers and you will gain 20% commission on each sale. بصوا يا جماعة الشات راح فين؟ sounds good. is there a specific promo code I need to enter for my order to get؟ قالت لها ايوه. هي خلاص بقى هي وافقت. الشات مشي سالك. so authentic spoil yourself and use promo code كذا you will get 50% off. تمام؟ بعد كده راح قايل لها لو سمحت sounds good I will have my order by tonight thank you. شايفين يا جماعة اهو اوردر اتعمل. غلطة شائعة محدش يقول. كان عندي سيلز بيرسون كان بيعملها، كان بيقول لها ده اخر اسبوع. محدش يقول ليميتد تايم يا جماعة. محدش يقول ان ده الكود ده هيخلص كمان 3 ايام 5 ايام. لا ده في اماكن محدودة. لما تروح نايك اي براند عالمي يجي يقولك في سيل، لو سألت السيل ده هيخلص امتى عمره ما بيجي يقولك ده هيخلص في كمان 3 ايام. يقولك انا معرفش، ممكن يخلص بكرة، ممكن يخلص بعده، ممكن يخلص دلوقتي، محدش عارف. بيحطك ما بيريحكش. انت لو قالك 3 ايام انت هتريح نفسك تحط نفسك لحد اخر اللقطة. فبالتالي هو عطل سيل اسبوع، وممكن كمان بعد الاسبوع يلاقي ان في ناس بتخش ويقولك لا انتوا بتضحكوا عليا انا عايز ريفند. طيب تعالوا كده بقى نفس الموضوع برضو بس هنا زادت حته شويه بقى. بعد لما بتبعت لك الاوردر بتقول لها لو سمحت اديني صوره من عندك، اديني صوره من عندك وانا هحطها عندي على الاوفيشال بيج. وبتخش حطها في الهايلايت بتاع مين؟ النيو امباسادور. ولما
بيجي لها الاوردر بتحطه فين؟ في الكلاب امباسادور. فهمت ان احنا الهايلايت ده عملناه ليه؟ لا ما هو يا جماعه احنا عارفين احنا بنلقي ازاي، فبالتالي الصوره كلها يعتبر اتجمعت دلوقتي. حلو قوي. طب ليه يا سيف احنا بنحط صور؟ ضروري جدا يا جماعه تحط عندكم هذه الصور في السوشيال ميديا. الامباسادور مش شخص غبي، شخص واعي، يمكن واعي اكتر منك ومني، فبالتالي بيخش وممكن يكلم الامباسادورز دول، وممكن كمان تقول له انا عملت بليس للاوردر زيك. فبالتالي اني احسن، تخيل نفسك معايا انت ماشي في وسط البلد، لقيت محلين بيبيعوا مشويات، واحد عنده زباين وواحد ما عندوش، هتروح لاني؟ هتروح للي عنده زباين. ليه؟ لانه اثبت لك ان انت مش فار تجارب. لو انت حسستني ان انا العميل الوحيد اللي عندك، بغض النظر عن اي حالات شاذة، يعني بيقول لك المطعم ده ممكن يكون احسن، تلاقي بقى حد بقى بينط لي في الكومنتس تحت، انت ما ينفعش تقول في الكومنتس انك تنزل تقول لي جامد. ايوه انزل اعمل كده دلوقتي. حلو قوي. فبالتالي هتروح للي عنده زباين، فبالتالي لازم يبقى انت كل يوم عندك نيو امباسادورز، عندك نيو امباسادورز، عندك نيو امباسادورز. فخلاص نفس الموضوع اللي هو كوميونيكيشن. وبصوا do you want to know the steps؟ قالت الستبس، قالت انا بحب دي السنيكرز دي، اوكي واو جود تشويس، خدي الكود ابعت لنا سكرين شوت لما تعملي اوردر. قالت لك اوكي اوردر رقم كذا، خدت اديت له الاي دي بالظبط، قال لها ينفع لو سمحت تبعتي لي البيكتشرز بتاعتك؟ بس انت كده بتحقق لها الكولابوريشن، هي مش عايزه البرودكت، هي عايزه صورها تتذاع. الريتارجتنج يا جماعه هو انسب حل للسيلز. عندك حاجه اسمها شورت رينج ولونج رينج. ايه الشورت رينج؟ لما انت بتيجي تكلمهم ممكن يكون هو في الشغل، ممكن يكون هو قاعد مع اصحابه، ممكن يكون كذا، فبالتالي يتاخر عليك ساعه او اتنين. حضرتك معايا؟ حضرتك على الخط، حضرتك اكتف معايا. نفس الموضوع برضو اهو، بتبعت لها لوب: Mrs. Karen, we really want to build partnership. We're still waiting for reply. I'm sorry, I have got back and looked to your leggings. شايفين يا جماعة؟ ريتارجتنج كل ساعة، كل دقيقة. خلاص فات يوم، خلاص عملت شورت رينج ما جابش، استنى يومين ثلاثة واعمل لها ريتارجت. وانس ان هي متحمسة ما تسيبهاش، بس ما تبقاش مقرف، بشياكة، خليك شيك، خليك اليجون. اوكي اهو hello again، بعد كده please let us know if you are interested. بص بعد مسج اولى وتانية hello، بس برضو عمل حركة غلط، قال لك one day left. لا غلط، كان اجريسيف قوي. طول ما هي متحمسة السيل جاي، ما تستعجلش، صبر. شايفين يا جماعة؟ اوردرز قد كده، وده كان 9 items. شفنا الشات بيمشي ازاي. خلاص يبقى احنا كده هنعمل ايه؟ السكريبت هتلاقيه تحت، تروح على طول. استراتيجي دي عمر ما في حد هيزعها لك في اليوتيوب كله ولا في العالم، عندنا احنا بس. حلو قوي. طيب هتنفذ الكلام ده ازاي؟ اول حاجه هتخش على panelify.com ونروح للكورس، حته من الكورس المجاني، ونشرح بانليفاي اكتر ازاي. بس قبل ما نروح احنا لازم نزود فولورز على الانستجرام بتاعنا. تعالى بقى نروح نشرح بانليفاي من اول ما هنبتدي نشتري فولورز لحد لما نبتدي نشوف الايه الدي ام بتاعنا. استخدم سيرفيس اسمها ايه، هي ممكن تكون اغلى شويه بس مضمونه، وايه انا يعني بضمنها برقبتي. هي ايه؟ حاجه اسمها بانليفاي. هنعمل اكونت، انا هعمل اكونت جديد معاكم. ده من الاخر عندهم كمان سبورت 24 ساعة، وعندهم ناس كنديان كويسين جدا. سيبكم من اي سيرفيس تانية، ده المضمون. اي نعم ممكن يكون اغلى شوية بس في المضمون يا جماعة، لان احنا هنبيع عن طريق السوشيال ميديا. فانا هعمل اكاونت. عملنا اكاونت، خلينا نكتب حلو قوي. طيب ده الاكونت بتاعي انا. ايه اللي بيحصل؟ ان انا هخش هنا followers recommended، واخش على السيرفيس اول واحد
وكمان 30 days refill، يعني انت معاك 30 days تملاهم تاني وما بيسقطوش يا جماعه، ما بيسقطوش. هحط الاول funds. طيب ازاي احط funds؟ هعمل اد، هحول لهم عن طريق الترانسفير وايز ده، وهكلمهم على السبورت دلوقتي حالا. continue to chat use WhatsApp web. هتكلموهم على اي واتساب نمبر، واللي يرد عليك من واحد، يرد عليك من واحد منهم تكمل معاه، ما تكلمش اتنين في نفس الوقت. لا يعني ايه، هيقول لك لا انا لاحظنا ان انت بتكلم اتنين، لو صح تكلم واحد بس. فبالتالي وفر على نفسك، وانت ما تعملش نفسك ناصح. ثانيه بس، انا عايز ادلت الشات اللي قبل كده عشان ما حدش يعرف حاجتي. ثواني. تمام، دلتنا كل حاجه، احنا كده تمام. حلو قوي. طيب هنكتب hello I need to add $100 funds. انا الاول هضيف $100. الفولورز هيتكلفوا كام؟ الفولورز عندي هيتكلفوا $18. $18. انا هضيف 100 للفولورز بس. انا عن نفسي مش انا عن نفسي هعمل كام؟ هعمل 50-60 الف. هاخد ال100 كلهم فولورز ولايكس. تمام، حلو قوي. ماي يوزر نيم، هتديله اليوزر نيم بتاعك، ويلا بينا نحول له. هنعمل send money single payment. من اليو اس دي هنبعت 100، لا مش انترناشونال، اهو 100 اهو 100 اس تي، ده هو ده. طب احنا ازاي نبعته؟ هنعمل someone وناخد الايميل ده بس، وبعد كده ندوس confirm. اهو already a wise bank. هتعمل له confirm، بعد كده هتعمل له confirm and send. وممكن ما تبعتش غير لما يرد عليك عادي، انا عارفه كده كده يعني. اهو هتبعت له سكرين شوت كده، تعمل got it، وبعد كده هتروح على الترانزاكشنز تحت، تبعت لي الريسيت كده اهو. اهو ونستنى الرد بتاعهم. يلا بينا. ردوا عليا في ساعتها 3 دقايق. hello ناتي couple of minutes، فانا اقول لها thank you يا اموره. حلو قوي. نروح نشوف نعمل نيو اوردر. ناس عالظبط يا جماعه، عالظبط. يلا بينا نحط اللينك بتاعنا، و insane to 10 minutes start time. ممكن يتأخروا ل يعني couple of hours، وبعد يعني ممكن تديهم ساعات، يعني ساعات بيبقوا بيستنى عليهم شوية، مش مشكلة. انستجرام هنخش نحط البروفايل، نحط اللينك ونقول عايزين 50,000 فولور. انا عايز 50,000 بس كده. حطينا فولورز، تعالوا نروح نعمل لايكس. هنخش ناخد لينك كل واحد ونضيف 1000 لايك، 1050، خليهم كسور يعني. هنخش كده على اللايكس، وهنحط، وكذلك برضو في الموضوع في اللايكس هناخد اللينك ونحط برضو هنا، نختار لايكس،
هنختار لايكس اول واحدة، اول اوبشن، ونحط اللينك ونحط لايكس. يا جماعة اسعارها بتختلف يوم عن يوم عشان هي ما فيهاش داون، ما فيهاش ان اللايكس بتقل. هنبعت 1100 1020 او سوري 1030 ونعمل سبميت ونروح للي بعده. لا 2500 ايه، 2060. للأسف هتفضل كل شوية تحط لايكات عشان البروفايل بتاعك، بس هتجيب منه فلوس. 1100 1320. اللايكس ابتدت تيجي يا جماعة اهو، اهو شايفين يا جماعة اهو ابتدت تيجي اهي، ناس على الظبط. يلا بينا 1200. يبقى انا كده عندي بيج كبيره بقى 50,000، فبالتالي واحده عندها 2000 3 عايزه بالنسبه لها دي بيج كبيره. فبالتالي وكل ما انت هتضخ في الانستجرام بتاعك فولورز اكتر، كل ما الموضوع هيبقى بالنسبه لك اسهل. العمليه كلها هي مش محتاجه البرودكت، هي محتاجه تتشهر. زودنا فولورز والدنيا تمام، وبعد كده خلاص هنكلم دلوقتي بقى ايه البانليفاي عشان نسحب الاكونتات. بالظبط كده، يلا بينا. Hello, I need the mass DM service please. بس يرد عليا، بعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. يلا بينا نستنى. هو يعني ما فيش دقايق وان شاء الله هيردوا يعني. اهو كلمتني قالت لي كاترينا معاك sure give me seconds thank you الدوكيومنتس املى الفورم دي. هو ده اللي انا كنت بتكلم عليه، احسن بكتير. هملى الفورم دي كده، الفيرست نيم بتاعي سيف محمد، رقم تليفوني، حطوا الكانتري كود يا جماعه زي الواتساب بالظبط. حط الايميل. انا عايز كام فولورز؟ عايز 50,000 دي ام. Do you have the list? No. Drop down the page links. خلينا كده ناخد misguided. لو انت عندك عندك عايز تاخد 10 من هنا 10 من هنا 10 من هنا، هتقول له كده دي 10k سكرابت، وتحط اللينك التاني وتقول له انا عايز كذا. فانا هعمل كده واكتب 225k بس. Do you want scrapping service? Yes. Do you want the data? No. هحط البانيليفاي يوزر نيم، بعد كده هعمل submit. بعد كده هروح واخد سكرين شوت واروح باعتهم له واستنى 10 دقايق. طيب احنا خلصنا الديل مع بانليفاي وخلصنا معاهم. خلينا نشوف. ملينا الفورم وبعد كده قالت لي كونفيرم، قلت لها كونفيرمد. قالت لي البيل بتاعتك $192 فور 25,000 دي ام. الاسعار دي يا جماعه ديكلاريشن بتتغير يوم عن يوم، ممكن تكون ارخص ممكن تكون اغلى على حسب الريستريكشنز بتاعت انستجرام. ميك شور انك تحول لنا على الايميل ده. حط الايميل ونعملها. فدخلنا عملنا اد ماني،
فاكرين يا جماعه الديبوزيت اللي احنا عملناه عن طريق الكارد؟ طب تعالوا كده نشوف احنا بعتنا لها ازاي. احنا دخلنا كده على البيرسونال، بعد كده عملنا سند ماني، بعد كده حطينا قلنا البالانس، بعد كده بتعمل سيم كارنسي، بعد كده بتعمل خلينا نكتب تمن مثلا $500 5000 مثلا عادي مش مشكلة. خلينا نعمل اد ماني الاول. بنروح على الدولار كده يا جماعة، نعمل اد، بعد كده بنضيف $192. مفيش فيريفيكيشن. البيمنت بنختار ديبت او كريدت. بتعمل اد ماني، بعد كده بتدخل بيانات الكارت. هم حتى باعتين فيديو. بعد كده بتعمل بيبقى افيلبل عندك، بيسمع في لحظتها. بتعمل سيم كارنسي، بتدفع هنا خلاص. مثلا تعمل كونتينيو. بعد كده انا هعمل someone else. هروح واخد الايميل بتاعهم على طول كده، مش لازم بقى بنك انفو بتاع. هعمل كونفيرم خلاص، بنت كده. بعمل كونفيرم وبعد كده بعمل سند $192. ديكليريشن كده يا جماعه. انا عندي وايز بالانس كتير. ممكن حد يكلم فريق الدعم ويقول له انا عايز اشتري، ويحول لي الفلوس سواء بالمصري او اي عمله، وانا احولها له للايميل اللي هو عايزه في الوايز، مش حاجه بره. واونلي بعمل كده بس في الوايز، بس في الوايز. فكلموا فريق الدعم تحت لو انتوا عايزين. وفضل عايزين تعملوا كده اللي انتوا عايزينه. ولازم تاخد من فريق الدعم صورة من التحويل كريسيت. ده بالنسبة للتحويل عملناه. بعد كده بعتناه لها. بعد كده قالت لي الدي ام بتاعك: Hello, this is John, marketing leader in Joyly. It's our pleasure to accept. If you accept to join us, we need you as a brand ambassador. Waiting for you. هحط في الديسكريبشن تحت كام دي ام، هشرح السكريبت وايه. هيبقى فيه سكريبت كمان تحت في اللينكات. في لينكات كتير قوي تحت، حتى انت ممكن اختصرها في لينك واحد هو لينكر ولا حاجه، ونبتدي نعملها. بعد كده خلاص قالت لي 100% كومبليت. قالت لي اديني 15 ل 24 ساعه اسكراب الداتا دي، وبعد كده after this the campaign will start من 3 to 5 days. طيب اوكي thank you and be active on your profile so you can answer the DMs on time just advising. يعني هما بينصحوك حتى. قلت لها already planned، ويلا بينا بقى نبتدي نستنى. وكمان نعمل ايه؟ تعالوا بقى كده نفتح شوية DMs ونشوف سيلز من الناس لحد لما هما يبعتوا، ونشوف هل التجربة دي فعلا مربحة ولا لا. تعالوا بينا كده بقى نشوف شوية سيلز عشان نتأكد هل سيف ده يعني هنصرف ولا لا. يعني اروح ابعت 1 مليون دي ام يا سيف؟ ايوه تعالى اوريك 10 سيلات دلوقتي، ولو عايزنا يعني لو وقت جايبنا يلا بينا. واحده قالت hello I was wondering if I got more details about a rep. اتبعت لها اول سكريبت: are you interested in our offer? yes, you can start by buying your first order 50% and free shipping and personal order كذا وهتاخدي and every 3 items by your code you will get 1 free product of your choice. We will ask you for pictures to share it on our official page and our website and magazine. Okay, are you interested? Yes. So first take a style from our brand. I like البرودكت ده. معلش يا جماعة انا مداري البراند. خلينا التشيك البيج just to firm. okay thank you. order على طول order. بعد كده بعتنا لها الجو اف اف برو، راح بعتنا لها صورتها. ادي اول سيل. ما اقتنعتش يا سيف، تعال نروح للي بعده اهو. hi guys thank you for reaching out. I'd love to work with you guys. نفس السكريبت اهو على طول. I am getting something now waiting for you. تك. موضوع خلص يا جماعة، موضوع خلص. عايزين ايه؟ انزل قول لي جامد تحت. يلا السيل اللي بعده: hello thank you for comment. كان زمان شغال الكومنت بس دلوقتي لا مش شغال. اهو نفس السكريبت اهو. sounds amazing, such nice stuff and looks like I need the code to place an order.
ثانك يو بيرفكت اوردر على طول. كونجراتس، عايزين صورة ليك، خلاص شكرا باي باي، عملنا لها منشن. اللي بعده 3 يلا بينا. ثانك يو فور ريتشينج اوت. هلو كذا برضو عايزين معاكي امباسادور. هلو سام I just want I would love to نلها عنق الزجاجة. يس ساوند سوبر اهو. عايزين انا عاجبني كذا، خدي الكود كذا، خلاص شكرا على طول. تك 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 تك. 4 5 يلا بينا. عايز اتكلم في حاجة يا جماعة لو سمحت. انت لو بعت 25,000 لا قدر الله ما حصلش دي امز، اوعى تيأس. تيست 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 على طول. تيست تاني، تيست دي امز، تيست تارجت بيجز على طول على طول. التجربة جايبة هي يا جماعة، وهجيب معاكم. عايزين اوريكم 20 30 40 200 سيل هوريها لكم. خلينا نتكلم في 5. وكل ما واحد يحس ان يقول لي او هشوف كومنت سيف انا ما جبت السيلز، هطلع واجيب سيلز قدامكم يا جماعه. اتس اول اباوت تيست. انت لو قلت البتاع دي مش جايبه، العيب فيك انت، العيب فيك انت، بس العيب فيك انت، لان انت مش كل شويه تعمل تيست. انت بتعرفش المجهود اللي اتعمل عشان انا اوريك السكريبت ده اللي مفيش حد ولا حد هيوريهولك على اليوتيوب ده كله. انتوا ما تعرفوش يا جماعه. انا دلوقتي كل ده مش بفكر غير ان انا ادرايف او اوري معلومات ان انا عمري ما في حد هيوريها لك. ده اول حاجه. تاني انا هستلم ازاي كل التهديد. اقسم بالله العظيم هتهدد سيف لو ما شلتش الكورس ده. احنا ممكن نعمل معاك حاجه، ممكن تلاقيني كمان شويه طلعت بره مصر، ممكن تلاقيني بقى بدنيا وبتاع، مش عارف. بكلم بجد والله العظيم، انا ما بحلفش بس انا بتكلم بجد. الموضوع فعلا الناس دي انا وريتكم سيكريت دروب شيبرز كتير قوي مخبيينه عليكم. بص بقى. hello I wanted to provide information كذا، خلاص سألناها perfect choice we're excited. لو سمحت بعت لنا سكرين شوت. thank you so much for opportunity, welcome, waiting for you on the website, take your time. done. جو اف اف برو شكرا. تمام على طول خلصت. سحبنا، عملنا عملية السكرابينج اللي هي ان احنا جبنا التارجت يوزر نيمز وبعتنا دي ام ب $192 وابتدينا ان احنا نشوف سيلز. خلاص بعد كده الامباسادور شيب بروجرام بالنسبة لي خلص. بعد كده هتعمل ايه؟ هتبتدي تراسل الانفلونسرز الصغيرين عن طريق حاجتين. ان انت هتقعد تجمع انفلونسرز صغيرين او تجيبهم من على الجروب المجاني، وبعد كده هتستخدم نفس السيرفيس وتبعت لهم ماس دي ام وتقول لهم ازيكم هلو we need to give you free product مقابل بروموشن. بس كده الموضوع مش كيمياء يا جماعه. بس عارف انت ايه؟ لو فاكر ان البرجر اللي بتعمل لك ده طعمه حلو وهو بتحط عليه ملح وفلفل بس، انت فاكر انه بتحط عليه حاجه سيكريت؟ لا، هو بالتالي احنا عايزين نعمل اعلان مقابل فري برودكت. طب يا سيف انا هجيب المايكرو انفلونسرز دول منين؟ ما تبقاش تفصل مني بقى من التارجت بيجز اللي احنا جبناها من نايكي مثلا. شوف هما بيتعاملوا مع مايكرو انفلونسرز ايه. لا اما هتخش على لا اما الفولورز وتبتدي تدعبس فيهم، لا اما الناس اللي عامله لها تاج على التاج سكشن اللي هو ده، لا اما الفولوينج هم متابعين مين وتبتدي تدعبس وتجيب ناس من 5000 ل 50,000 فولور. اقل من كده لا، اكتر من كده ممكن يطلبوا فلوس وبس وتجمعهم. طب على الاقل اجمع ايه؟ 3000 واحد. 3000 واحد مش لازم ال 25,000 بس للاسف هيبقى في لازم يكون في عائد مادي بعد الامباسادور شيب بروجرام. هتختار السيرفيس اللي هي اقل حاجه في بانليفاي واللي هي 25,000 دي ام، وهتبعت ال 3000 دول وان شوت. هتبعت تديهم الفايل وهم لو سمحت ابعتوا لي ماس دي ام للناس دول وخليهم يكلموني.
بس نيجي للنقطة اللي بعد كده، وهي ايه؟ خلاص اتعاملت مع الناس الصغيرين، نتعامل مع الناس الكبار. والناس الكبار نتعامل معاهم ازاي؟ نشوف الكورس اللي انا عملته قبل كده واي دراسة حالة قبل كده، بس بيرفكت استراتيجي. انا هنا مش جاي اتكلم في تعاملات ازاي واخش تكنيكال. انا بالنسبة لي خلاص امباسدور شيب، الصغيرين، الكبار. رابع حاجه بقى، خلاص انا جالي خلاص الترافيك، خلاص جالي ال 100 بيرشس، ساعتها ابتدي لوكا لايك فيسبوك ادز. انا لما اكون رايق وخلاص مفيش اي حاجه خالص وعندي ترافيك، اعمل فيسبوك ادز. لما يكون عندي انا ستور عملت فيه بس اول حاجتين، يعني اول تو ستيبس، اللي هو امباسدور شيب بلس الصغيرين. خليني اوريكم داشبورد من الاخر. انا كل يوم ببعت دي امز، وكل يوم ببعت فري برودكتس. انا مش جاي هنا اعمل كيس ستادي، بس انا هوريك هوريك بس اثر ده على ستور عندي عامل ازاي. طب هل الاستراتيجي دي يا سيف تمشي على اي نوع من الستورز؟ ايوه، ما عدا الجنرال. شايفين يا جماعه هنا برضو هي جايه من الموبايل، من اليو اس اي اكتر حاجه، ومن فرنسا. اتفقنا كده يا جماعه احنا هنعمل ايه؟ عرفت انت هتمشي ازاي؟ اتمنى ان انت فعلا تبقى فهمت. و امباسدور شيب بروجرام ده احنا ممكن نطبقه بحاجات تانية غير الدي ام. لو عايزين بلاتفورمز تبعت لكم ارخص اس ام اس، ونبتدي نعمل اس ام اس وايميل ماركتنج في الاول، قولوا لي تحت يس، عشان نجيب ترافيك من غير الادفرتايزنجز، ونجيب حاجات نوصل لعملاء بشكل غير تقليدي غير اللي في اليوتيوب كله. لو عايزين زي الامباسدور شيب، كومنتات تحت، انا عايز الفيديو ده يظهر لناس كتير قوي عشان يفهموا الاستراتيجية اللي مفيش حد هيقول لهم، عليهم. اشوفكم على خير، واتمنى يكون استفدتوا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الموضوع قوي. اهم حاجه السيكرت بتاع اي ستارتنج دلوقتي انا بالنسبه لي هو البانليفاي والماس دي امينج، سواء بقى من بانليفاي ولا لا، بس بانليفاي كانت بالنسبه لي اضمن حاجه بعد ما خسرت فلوس كتير قوي. ما بعملش دعايه لحد. انا لما بشتغل على حاجه بقول ان اشتغلت بيها. اشوفكم على خير، الفيديوهات اللي جايه اقوى بكتير. شكرا.